المصير، خيانة مشروعة، الرئيس عمر حرب، السفاح، وأعمال تانية كتير، والعامل المشترك واحد، الممثل هاني سلام. الممثل اللي عليه خلاف كل ما اتكلم عليه مع حد، في اللي شايف انه ممثل صدفة او محظوظ عشان عجب يوسف شاهين، وغيره شايف انه ممثل أثر في جيل كامل بأعماله اللي عملها واللي معظمها ناجحة جدا. وده ياخدنا في موضوع الحلقة، هل هاني سلامة ممثل صدفة او حظ؟ وليه مرة واحدة دخل في سكة المسلسلات؟ هو بالظبط ايه اللي حصل لهاني سلامة؟ صلي على النبي واعمل لايك واشترك في القناة ويلا بينا. للمفارقة، هاني سلامة ما كانش عايز يمثل أصلا. هاني سلامة بدأ حياته باقتراح من صاحبه وهم بيلعبوا بلياردو، اللي قال له بقول لك إيه، تعمل إعلانات؟ وهو ما كانش مهتم بالتمثيل أصلا ولا بالإعلانات، فراح مكتب الأهرام وراح يقدم عشان يعمل إعلانات. واحدة هناك قالت له هنكلمك كمان يومين، وبعد يومين بتكلمه بتقول له تمثل. من كتر ما هو مش مهتم بالتمثيل قال لها معرفش. وده يوريك قد إيه إنه مش مهتم بالمجال ده، وما دخلش حتى المسرح بتاع المدرسة ولا عمره حرم بالمجال ده. فبعتته مكتب يوسف شاهين، لكن هو لما راح ما قبلوش، وكان ساعتها فيلم عرق البلح وكان مرشح لدور نجاتي. ولكن السبب اللي ما عملش فيلم بسببه انه عنده ثانويه عامه، كان سنه صغير في الوقت ده، والثانويه العامه بتاعته مش في مصر، دي في الكويت، وقال له انه مش هينفع ياجلها، وعشان كده الفيلم بيتعمل من غيره. وهو رجع بعد ما خلص دخل كمبيوتر ساينس، لكن تحصل الحاجه اللي هتغير حياته تمام. خالد يوسف كلمه وتفاجئ انه لسه فاكره، وبعد الكلام ده كله قال له تعالى لي عايزك. فاجئ بده على الهوا في البرنامج، انه لما قابل خالد وغنى له كوبليه لعبد الحليم عجبه، ولما قابل يوسف شاهين غنى له نفس الكوبليه ولكن باحساس تاني تماما، ولما يوسف جاب الممثله اللي معاه في الفيلم وخلاه يغني ليها لقى احساس تالت غير اللي قبله تمام، وعشان كده اختاره. وده اللي هو اتفاجئ بيه اصلا هو في البرنامج. ويوسف شاهين قال لهم انا عايزه زي ما هو كده، مع احترام الالقاب للجميع طبعا، محدش يمرهم. وده يفسر حاجات كتير ساعتها برضو الصراحه. وبعديها بيروحوا مهرجان كان، واللي هو ما يعرفش يعني ايه اصلا. وبعديها بيقعد ما يعملش حاجه لحد فيلم الاخر، يعني نبيلة عبيد برضه ولبلبة، والجمله الشهيره انا اخترت اكون مصري. ومن هنا ادرك انه مش هيعرف يبقى موظف وانه هيبقى ممثل. كل ده وهو لسه في الجامعه، فيلم العاصفه مع يسرا. انت متخيل العظماء اللي هو بدأ معاهم كده يخرج من عباءة يوسف شاهين ويخش في اول بطوله ليه، وهو فيلم السلم والتعبان. لا مش ده فيلم. بتكلم على الجزء الاول اللي عجب ناس كتير، جاب اثر مع الشباب وقتها، يعني الفيلم ده ليه جمهوره. وبيعمل بعديها اصحاب ولا بيزنس، وكان دوره لافت جدا لان كان الصراع بينه وبين البطل مصطفى قمر اللي هم اصحاب في اخر الفيلم. واغنيه الفيلم طبعا واللي بتقول الرحله في الطريق صعب تقابل صديق، اصحاب انا وانت ولا ناسيين الماضي ولا فاكرين كل اللي بينا. اسف جدا بس كان نفسي اطلع مغني والله. نكمل موضوع. كل ده هو في الجامعه تخيل، وتاني بطوله مطلقه ليه وهو ازاي تخلي البنات تحبك، والافيهات الايقونيه لاحمد عيد، ودور الفيلن اللي كان في الفيلم كان محمد رجب اللي اتكلمنا عنه بقى قبل كده في حلقه حلنج السينما المصريه، واللي هتظهر فوق هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. لكن اكتر عمل بيحبه هاني سلامه هو انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتعمل فولو على صفحه الفيسبوك وصفحه الانستا، واهم عمل هو الاشتراك. عايزين نوصل 10000 بقى في اسرع وقت. وبيعمل بعد كده فيلم حاله حب، وده اول دور لتامر حسني في السينما كلها. تامر حسني وزينة بيعملوا كده ليه؟ وبيعمل بعديها ويجا، كان في معاه مين، شريف منير، منة شلبي، هند صبري، لحد اول عمل اكشن ليه وهو خيانة مشروع، واللي يعتبر من انجح افلام هاني سلامة، واداؤه فيه كان مميز جدا. وده لان من المخرج خالد يوسف اللي من مدرسة مين، يوسف شاهين، يعني زي اللي بيرجع لبيته وعياله كده. وبيعمل بعديها فيلم الاولى في الغرام، وكان حلو جدا وتصنيفه كوميدي. في الفيلم ده هاني عمال ينوع في الاعمال، اكشن دراما كوميدي لحد الملحمة. لا بص ده لازم يبقى ليه دخل خاص. اعظم اداء شفته في حياتي لممثل لوحده وهو الرئيس عمر حرب والاسطورة الراحلة خالد صالح. وهو ده انجح فيلم او افضل فيلم بالنسبه لي لهاني سلامه، برغم الجراءه طبعا بتاعت افلام هاني سلامه وجراءه الفيلم ده بالذات يعني. وهاني سلامه كان دوره ملفت جدا، ولكن لو هنقول اداء هاني سلامه نفسه كان في قمته في انهي فيلم، هنقول الفيلم اللي بعده وهو السفاح. لان انا بحب الافلام اللي بتتكلم عن العامل النفسي بسبب حبي لعلم النفس، والفيلم ده كان حلو جدا. اول مره بتقتل بتحس انك خلاص ما بقيتش انسان، بس تاني مره على طول بتحس بحاجه اغرب، تحس ان الانسان دي حاجه صغيره قوي عليك. انت مش بس بتسترد انسانيتك اللي عمرك في حياتك ما عرفتها، لا انت بتحس انك حد تاني خالص.
فوق القانون، فوق البشر، فوق الطبيعة نفسها. وبعد السفاح بيقعد اكتر من سنه من غير اعمال لحد فيلم واحد صحيح، وصحيح فعلا انا ما شفتش الفيلم ده، وبيعمل بعديها اول عمل درامي ليه وهو الداعيه، ومن بعديها بيكمل في سكه الاعمال الدراميه ويسيب الاعمال السينمائيه. يعني مثلا نصيبي واسمتك اللي عجب ناس كتير جدا بادواره المتعدده فيه، طاقه نور، وفوق السحاب، بين السماء والارض، واخر مسلسل ليه ملف سري اللي كان عاجب الناس جدا. واللي مش فاهمه ان معظم الممثلين بعد الثوره اتجهوا للاعمال الدراميه زي هاني سلامه ومحمد رجب ومنى زكي وغيرهم، وده لان الريسك هنا اقل. ما بقولش ان مفيش ريسك، ولكن هنا الاعمال نفسها تتعرض على التلفزيون، يعني مش زي الثوره السينمات قعدت فتره كبيره متضرره، ولكن التلفزيون الناس تتفرج عليه كده كده، مش مضطرين ينزلوا، فهيبقى فيه معلنين. ولكن بقاله كده 3 سنين ما عملش حاجه خالص. لكن في اعمال ليه بتنتج حاليا. لو بصيت على مسيره هاني سلامه هتكتشف انها غنيه جدا وفيها افلام عايشه لحد دلوقتي، في علامات في تاريخ سيرته كان اداؤه ضعيف فيها زي ما قلنا، ده غير السمعه اللي خدها انه بيمثل عشان بيعجب البنات في فتره، وطبيعي اخد فتره يتعلم فيها، ولكن الفرق انه اتعلم وهو بيمثل قدام الناس وقدام الكاميرا. والحلو في ادوار هاني سلامه انها لايقه عليه، ما فيهاش ماتشات تمثيليه كبير، وده لان الكرو اللي معاه عارف يشيل الفيلم معاه. وده مش معناه ان دوره هامشي، بالعكس هو دور البطوله. لو هو مش مقبول عند الناس ما كانش الناس تخش له افلام، وكانوا يعترضوا يقولوا هاتوا بطل غيره. يعني مثلا اول بطوله ليه كان معاه احمد حلمي، وازاي تخلي البنات تحبك كان معاه احمد عيد ومحمد رجب وهند صبري، وخيانه مشروعه هشام سليم وسامح السريطي. الاولى في الغرام جميل راتب واحمد راتب مع احترامنا للجميع طبعا وحفظ الالقاب، الرئيس عمر حرب، حدث ولا حرج، خالد صالح مش محتاج اتكلم تاني، وده طبعا عامل اساسي في نجاح افلامه، وده شيء لا يقلل منه. وعشان كده هو بقى هاني سلامه. ممكن يكون بدأ بالصدفه او بالحظ انه عجب يوسف شاهين، ولكن يوسف شاهين ده مش اي حد، ما كانش واخد الموضوع في بدايته جد، وده بسبب طبيعته وسنه اللي مش عند اي حد، يا سلام. ولكن بعد كده اتخذها كمسار لحياته وبدأ حياه جديده معاها. وانا رايي ان هاني سلامه كمسيره مسيره ناجحه جدا، وافلامه هتفضل عايشه مع ناس كتير. وبس انا كده خلصت. اتمنى كل حلقه عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل جديد، ونوصل 10000 في اقرب وقت، وتعمل لي فولو على الانستجرام وفولو على صفحه الفيس المنتعشه الفتره الاخيره. وما تنساش الحلقه الجايه من برنامج المتنوع، واللي هتلاقي الفوت بتاعها نزل على القناه، ممكن تخش تفوت عشان تقول لنا عايز انهي حلقه الحلقه الجايه، وتقول لي رايك في الكومنت. لو عندك افكار للحلقات الجايه مفيش مشكله انك ترشحها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.